هذه القصة ممكن من أغرب القصص اللي راح أقولها في القناة هذه. شوف يا عزيزي المشاهد، سواء النهاية عجبتك أو زعلتك، هذه هي الأحداث الحقيقية، وكل القصص اللي أقولها موجودة في ملفات FBI أو ملفات الشرطة. قبل ما نبدأ القصة دي أبغى أقول لكم إنه أنا عندي قناة في برنامج السناب شات، الشركة سووا لي إياها، وأنزل فيها محتوى مختلف وتقريبا بشكل يومي. راح أحط لكم رابط قناتي حق السناب شات تحت في الديسكريبشن، انزلوا تحت سووا لي فولو أو سبسكرايب هناك، عززوا لي حركات بركات وزي كده. يب، اللي ما جاب لايك جيب لايك، واللي ما سوى سبسكرايب يا أخي جيب سبسكرايب. في يوم 12 فبراير في واحدة اسمها سيتي عائشة اللي قدامكم في الصورة هذه، شافت مفاجأة جاية لها لدرجة انها شهقت وحطت المشروب اللي بيدها على الطاولة في المقهى. اسم المقهى هارد روك في كوالالمبور، عاصمة ماليزيا تحديدا، لأنه في هذيك اللحظة كانت أفضل لحظة في حياتها كلها. لما جات اللي تقدم الطلبات النادلة هذيك تمشي باتجاهها وهي شايلة كيكة يوم ميلادها، وكان في نص الكيكة شمعة، وعرفت انه لها واستقبلتها، وكانت خجولة جدا ومرة فرحانة. واجتمعوا اصدقاء سيتي حولها وغنوا لها هابي بيرث داي تو يو، وكان هذا حفل ميلادها ال25 سنة. ما صدقت انها بيوم ممكن توصل للي وصلته، مطعم حلو على الستايل الامريكي، وحولها اصحابها كلهم اللي كانوا منتجين برامج تلفزيونية كبيرة، والليلة مسوين لها حفلة والشيء ذا خاص فيها. هذا الشيء ما قد صار لها في حياتها كلها. المهم بعد ما انتهى أصدقائها من أغنية هابي بيرثداي تو يو، طفت سيتي الشمعة على طول بدون ما تتمنى أمنية حتى، لأنها حست إنها تمتلك كل حاجة، خلاص فرحانة ما في شيء ما تبغى توصل له، تنعب اللي عندها وخلاص. بعد ما طفت الشمعة قالت لهم إنها تحس بالامتنان مرة للحياة اللي قاعدة تعيشها، لأنه حياة سيتي أصلا من فترة بسيطة مختلفة تماما. سيتي هذه ولدت في بلدة صغيرة داخل غابات إندونيسيا، وكانت أصغر واحدة بين أخوانها الثلاثة. أبوها وأمها مزارعين فقراء جدا يا رجل، بالقوة يلاقوا حقوتهم اليومي من الأكل ويأكلوا عيالهم، لدرجة إنهم وقفوا سيتي عن المدرسة الثانوية وخلوها تساعدهم في البيت والشغل عشان تعيل الأسرة حقهم. سيتي تزوجت وصار عندها ولد، لكن زوجها كان نذل فعليا، ما أعطاها أي نفقة أو دعم لولده اللي مع أمه ذي السنجل. وفجأة لقت سيتي نفسها أم فقيرة ووحيدة مع طفل صغير مسؤوليته بالكامل عليها لحالها، غير مسؤولية أبوها وأمها وأخوانها. آخر شيء شافت إنها صعب عليها تكمل على نفس الحال هذا، ولازم تلاقي أي حل عشان توقف مع أهلها وولدها. فاضطرت إنها تسافر تدور على شغل خارج إندونيسيا وتترك أهلها وتخلي ولدها معاهم. وأخيرا حصلت سيتي عمل في فندق في ماليزيا اسمه ذا فلامينغو. شغلها كانت تشتغل مساج أو مدلكة بالضبط في الفندق ذا. ما حبت سيتي الشغل ذا أصلا، لكن كانت مجبورة لأنه الراتب بيساعدها ويساعد أهلها في إندونيسيا، وهي أصلا محتاجة جدا للفلوس. فقررت إنها تتحمل وتستمر في الشغل وما في حل ثاني. سيتي والبنات اللي كانوا يشتغلوا معاها في الفندق كانوا يحلموا ويتمنوا إنه يتم اكتشافهم ويصيروا مشاهير كعارضات أزياء يعني، أو مغنيات، أو حتى ممثلات، أو أي شيء يبعدهم عن الحياة اللي هم فيها وينتقلوا الحياة الرفاهية والثروة والترفيه والأشياء حق الأغنياء ذيك. لكن سيتي ما توقعت إنه هذا الشيء ممكن يصير معاها في يوم من الأيام، لأنه هي جالسة في البار كان جنبها صديقها المنتج اللي كان اسمه جيمس هذا كان جنبها، وفجأة رن جواله وأشر لسيتي على الشاشة. لكن لما شافتها سيتي ما فهمت اللي مكتوب، لأنه اللي مكتوب كان بلغة ما تعرفها، وسألت جيمس إيش اللي مكتوب، ما عرفت أقرأ. فقال لها هذا مديري يقول لي انك انت صرتي نجمة كبيرة في كوريا. ولما سمعت سيتي هذا الشيء استحت وفرحت، وكانت متحمسة اشد شيء في الحياة. عشان تفهموا اللي صار بالضبط لازم نرجع بالزمن لورا، من شهر تقريبا في يناير 2017 قررت سيتي واصدقائها انهم يطلعوا من الفندق في الليل، وهذا الشيء نادرا ما تسويه سيتي، لانه غالبا روتينها محدود، بس تشتغل وتنام، ولما تستلم فلوسها ترسلها لاهلها. لكن هذيك الليلة ما عرف كيف أقنعوها أصحابها إنها تخرج ويطلعوا يتمشوا سوا. المهم سيتي كذا تزبطت ولبست أحلى لبس عندها، وراحت مع أصحابها يسهروا في المقهى. وهم واقفين في طابور الدخول عدى من جنبهم رجل كذا وسيم
قديم ومعضل، وكان الآدمي شكله محترم لابس بدلة. وقف شوية وطالع في سيتي اللي كانت متظبطة ومتشيكة آخر شيء في الحياة، وسألها انت قد مثلتي من قبل كذا؟ حست سيتي كذا بنوع من الجرأة والثقة بعد السؤال ذا، وقالت له لا، لكن ما عندي مانع انه في يوم من الايام اطلع للمستوى ذا وامثل. فعزمها جيمس على كاسة قهوة في المقهى اللي هم داخلين له، وعرف نفسه كذا وقال لها انه هو منتج تلفزيوني ياباني متخصص في مقاطع الكاميرا الخفية، وكان يحتاج لممثلات يلبسوا ملابس حلوة ويتشيكوا ويسووا مقالب في عامة الناس قدام الكاميرا. كانت سيتي اصلا متشككة في البداية وما هي واثقة مرة في جيمس، لكن في نفس الوقت كانت مقاطع الكاميرا الخفية هذه منتشرة على اليوتيوب، وكانوا حتى على القنوات التلفزيونية المشهورة في كل مكان في العالم يا رجل. اعتقد انه اغلبكم شاف مقاطع الكاميرا الخفية اليابانية ذي المنتشرة في اليوتيوب. سيتي كانت تعرف هذا النوع من الفيديوهات والمقالب وتحب تتفرج عليهم، لكن ولا مرة فكرت انها ممكن تشتغل في هذا المجال. جيمس كان يقول لها انه هذه الشغلة سهلة وبتلاقي عليها فلوس مرة كويسة. المهم كلمة من هنا وكلمة من هنا الين ما اقتنعت سيتي وقالت له في النهاية خلاص تمام بجرب هذا الشغل معاك. بمجرد ما قالت سيتي انها موافقة انقلبت حياتها تماما، ما عادها تشتغل محل المساج هذاك، صارت الآدمية واحدة من المشاهير اللي تسافر في كل مكان وتصور مقاطع الكاميرا الخفية، وكان عندها رحلات عمل مرة كثير. وكان الرؤساء حق جيمس متحمسين جدا لدرجة انهم كانوا يراسلوه كل شوية ويقولوا له انه المقاطع اللي يسويها والممثلة اللي موجودة اكثر من رائعة يا رجل، وكيف انه كل مقطع فيديو كان يتفوق على اللي قبله ويبهرهم اكثر ويكون اعلى من توقعاتهم، وكل شيء كان ماشي كويس وممتاز. نرجع للأحداث. ليوم ميلاد سيتي أكلت كم لقمة من الكيكة وبعدين طالعت في ساعتها وشافت إنها الساعة داخلة على 10 مساء، وهذا الوقت يعتبر بدري لجيمس وأصدقائه، ولكن بالنسبة لسيتي هذا وقت متأخر جدا، غير إن الآدمية قربعت لين قالت بس، وهذا الشيء خلاها تحس بالتعب أكثر. عشان كذا قالت لجيمس والباقي من أصحابها إنها راح تمشي، وشكرتهم على الحفلة اللي سووها لها وتوجهت للفندق اللي هي مقيمة فيه. بمجرد ما دخلت غرفتها اتصلت على أمها لأنها جات ببالها أكثر من مرة في اليوم هي وابنها، وكانت مرة مشتاقة لهم. فأول ما رنت على أمها ردت عليها على طول وجلسوا يتكلموا شوية، وحكت لها سيتي عن كل شيء صار معاها، عن الحفلة اليوم الميلاد والأشياء الحلوة اللي قاعدة تصير معاها، وإنها متحمسة جدا لليوم اللي بعده لأنهم كانوا يصوروا مقلب كبير جدا، وهذا المقلب راح يكون أضخم مقلب بيسووه وراح تأخذ من وراه عمولة أكبر من أي عمولة أخذتها من قبل كذا، والتصوير راح يكون بكرة وعمولته راح تكون $100. وقعدت تقول سيتي لأمها لا تقلق من الناحية المادية لأنها راح ترسل لها المبلغ الكبير هذا كله. وكانت الأم متحمسة وممتنة وشاكرة للي وصلته بنتها لهذا المستوى. وقبل ما تقفل سيتي اتكلمت شوية مع ولدها وبعدها قفلوا الخط. راحت سيتي لسريرها وطفت النور وحاولت تنام لما ما قدرت لأنها كانت مرة متحمسة للتصوير حق بكرة. وبعدها اتكلموا سيتي وجيمس عن المقلب الكبير اللي راح يسووه وتدربوا عليه الأسبوع الماضي كله أكثر من مرة، وصارت سيتي خلاص جاهزة وعارفة تماما إيش اللي راح تسويه. وعموما المقالب اللي تسويها سيتي كلها متشابهة لحد كبير، كانت مقالب بسيطة وسهلة جدا. فمثلا هي وجيمس يروحوا لمحطة قطار أو فندق أو أي منطقة عامة ثانية ويختاروا شخص عشوائي من العامة، وبعدها تطلع سيتي وهي لابسة لبس حلو وترش بالعطر أو تمسح يده بزيت الفلفل أو تسوي له حاجة كذا شيء غريب ملفت ومضحك وتمشي. وبعدها يقربوا المصورين الكاميرا على وجه الرجال وهو مستغرب من الموقف اللي صار له ومحتار وما هو عارف ايش فيه ايش قاعد يصير، يصوروا ردة فعله يعني بالضبط. ومقلب بكرة على الرغم من انه تقريبا مشابه للمقالب اللي سوتها قبل كذا، الا انها بتكون المرة الاولى اللي راح تشتغل فيها مع شخص ثاني، او بالاصح راح تشتغل مع ممثلين اثنين ثانيين. وكان واحد من الممثلين هذول الاثنين امرأة ثانية او حرمة ثانية راح تساعد سيتي في المقلب. واصرت شركة الانتاج اليابانية هذه انه يكون هدفهم هو ممثل ثاني معاهم عشان يطلع المقلب محبوك جدا. المهم تقابلت سيتي اكثر من مرة مع الممثلة اللي راح تشتغل معاها، لكن ولا مرة قابلت الممثل الثالث اللي على اساس هو راح يكون الهدف، وكانت راح تقابله بنفس يوم المقلب. المهم نامت سيتي وهذيك الليلة صحيت بدري مرة عشان المنبه حطته على الصباح بدري. واول ما صحيت سيتي لبست فستان اسود وحطت الروج حقها الاحمر وخرجت بسرعة من غرفتها اللي كانت في الدور السفلي، وطلعت في الدور اللي فوق تقابل جيمس والممثلة اللي راح تشتغل معاها. والممثلة
المنتجين والمصورين اللي مشاركين في المقلب كامل. وبعدها خرجوا كلهم كمجموعة كبيرة سيارة تاكسي كبير وتوجهوا للمطار الدولي، المكان اللي راح يسووا فيه المقلب. أول ما وصلوا هناك اتوجهوا المطعم في منطقة المغادرين عشان ينتظروا ظهور الممثل الثالث اللي دوره راح يكون الهدف عشان يقدروا يبدأوا التصوير. المهم وقت انتظارهم سيتي والممثلة الثانية كانوا قاعدين يتكلموا، واسم الممثلة الثانية هو دوان، وكان عمرها 28 سنة من فيتنام، وزي سيتي بالضبط كانت دوان هذه من عيلة فقيرة جدا وسافرت للخارج عشان تدور على عمل تعيل فيه أهلها وتجيب لهم مصاريف ويقدروا ياكلوا. وخلال فترتها وهي متواجدة برا اشتغلت في مقاطع فيديو حق المقالب وأشياء مرة كثير. لكن على عكس سيتي اللي كانت تبغى تصير أي شيء، ممثلة ومغنية أو عارضة أزياء أي حاجة، فدوان هذه كانت بس كل رغبتها إنها تصير ممثلة. المهم دوان تركت مدرستها عشان الفن وشغفها في التمثيل، وأصلا هي قبل كذا شاركت في برنامج تلفزيوني اسمه فيتنام آيدول، لكن ما قدرت تتجاوز المرحلة الأولى. وكمان قد اشتغلت قبل كذا في فيديوهات الكاميرا الخفية مع شركات إنتاج مختلفة، لكن الشركتين اللي اشتغلت معاهم ما قدروا يحققوا أي نجاح. وما حست دوان إنه طريقها بدأ إلا لما اشتغلت مع جيمس وصارت جزء من فريقه. المهم هم قاعدين يتكلموا دوان وسيتي، حست سيتي إنه دوان كانت غريبة شوية. هي صح سوت زي دوان واشتغلت في هذا المجال، لكن اللي خلاها تستغرب منها إنها هذا اليوم قررت تلبس لبس طفولي جدا، وتوقعت إنها تلبس لبس زي اللي لبسته بدل ما تلبس اللبس هذا اللي كأنه طفولي جدا ومكتوب عليه LOL أو لول، وكانت شايلة معاها الدب كذا ضخم. لكن قالت سيتي بينها وبين نفسها إنه يمكن جيمس والمنتجين هم اللي طلبوا منها انها تلبس وتطلع بذا الشكل. المهم فطرت المجموعة كاملة وجلسوا ينتظروا ظهور الممثل الثالث، واخيرا الساعة 9 الصباح بعد ساعة من الانتظار قال واحد من المنتجين انه الممثل الثالث وصل واشر عليه. وطالعوا كذا سيتي ودوان وجيمس للمنطقة اللي اشر عليها المنتج هذا، وكان المكان مزدحم جدا. وكان الممثل الثالث يشبه الناس اللي مقلبوها من قبل كذا، كان رجال ممتلئ شوية وفي منتصف العمر وشايل شنطة واندمج في وسط الناس كأنه واحد منهم. وقال طاقم العمل لدوان وسيتي انه شكله الممثل بدأ يمثل المشهد بالفعل وما انتظرهم، وتوجه للجهاز هذاك اللي يسوي تشيك ان او تسجيل الدخول الذاتي، وهذا كان اشارة انه بدأ المقلب. عشان كذا بسرعة قالوا لسيتي ودوان روحوا وابدأوا المشهد، واعطوا سيتي العطر اللي راح ترشه على الرجال. وبسرعة حط طاقم العمل زيت على يد دوان واعطوها قماش مبلل لانه هذا اللي راح تحتاجه في هذا المقلب. وتوجهوا البنتين عشان ينفذوا المقلب. سيتي كانت متوترة جدا لأنها كانت عارفة إنه هذه هي فرصتها الكبيرة عشان توضح لجيمس والممثلين الثانيين إنها تقدر تشتغل تحت أي ظروف وتقدر تسوي أي مقلب معقد. مشيوا سيتي ودوان خلف الممثل الثالث، وأول ما وصلوا الجهاز تسجيل الدخول الذكي ذاك انفصلوا زي ما تدربوا. راحت سيتي ورا الجهاز ووقفت قدام الرجال اللي كانت عينه على الشاشة وطالعت فيه مباشرة، ودوان وقفت ورا ظهره وطالعت في سيتي وهزت راسها. وكانت هذه هي الإشارة عشان يبدأوا على طول. سيتي اندفعت قدام الممثل اللي رفع راسه وباين انه مستغرب ومتفاجئ، وراحت دوان مسكته من ورا وفركت وجهه بقطعة القماش هذه المبللة والزيت اللي في يدها. واول ما خلصت راحت سيتي ورشت العطر في وجه الممثل وقالوا احنا اسفات، وهم قاعدين يضحكوا. وبعدها كل واحدة مشيت في اتجاه مختلف. اول ما خلصوا المقلب اتوجهت سيتي للحمامات، وهي في طريقها للحمام كانت عارفة انه الكاميرات شغالة وتصور، فعدلت شعرها ولبسها عشان تظهر بشكل مرتب وأنيق في التصوير. وبعدها دخلت الحمام، غسلت يدها وطالعت في المراية وابتسمت لأنها عرفت إنها نفذت هذا المقلب بأفضل طريقة ممكنة، وبعده أكيد راح تصير نجمة. وبعد ما غسلت يدها خرجت من الحمام وراحت للمكان اللي اتفقوا إنهم يتقابلوا فيه. بعد ما ينهوا المقلب ذا يتقابلوا في الناحية الثانية من المطار على أساس إنها راح تقابل دوان وجيمس وباقي الطاقم كلهم، لكن ما كان في أي أحد. واستغربت سيتي لأنهم خططوا واتفقوا إنهم يتقابلوا في هذا المكان بعد ما يخلصوا المقلب وكل شيء. لكن بعد شوية قالت سيتي لنفسها انهم ممكن يتوجهوا لمنطقة انتظار السيارات حق التاكسي وقاعدين ينتظروها هناك. عشان كذا خرجت من المطار وراحت للمكان اللي توقعت انهم ينتظروها فيه، لكن لما وصلت هناك لقت نفسها لحالها وما في اي احد ينتظرها. وقفت سيتي بنفس المكان وانتظرت لمدة 15 دقيقة تقريبا. المهم انزعجت وتضايقت من الموقف، وقفت التاكسي بنفسها وتوجهت للفندق اللي كانت
مقيم فيه. في الطريق حست سيتي بالغثيان في السيارة، وعرفت انه السبب لانها الآدمية كثرت وهي قاعدة تشرب في الليلة اللي فاتت لما سووا لها الحفلة، وكانت تحس بشوية جوع. وبعد شوية طلبت من السواق حق التاكسي انه يوقف على جنب عشان تتخرج اللي ببطنها او تستفرغ. وفي النهاية لما وصلت للفندق دخلت غرفتها وهي معصبة ومتضايقة جدا من الموقف اللي صار لها من جيمس وطاقم العمل اللي معاه، لدرجة انها ما بدلت ملابسها بس تمددت ونامت على طول. نامت سيتي كم ساعة، ولما صحيت كانت تحس بجوع قوي وغثيان، يا رجل بتدوخ من الغثيان. مدت يدها واخذت جوالها وهي متوقعة انها راح تحصل رسالة من جيمس يشرح لها اللي صار، لكن ما كان في اي رسالة او مكالمة من اي شخص. فانزعجت سيتي واحبطت زيادة لابعد حد، لكن ما كان في يدها شيء تسويه، فحطت جوالها وكملت نوم. في صباح اليوم اللي بعده لما صحيت سيتي حست كأنها شخص جديد، وراح الشعور بالجوع، وبرضه مسكت جوالها وهي متأكدة انها راح تحصل رسالة من جيمس او من اي احد من الطاقم، بس ما حد ارسل لها اي شيء. فاتصلت على جيمس بس كان جواله مقفل. وقتها فجأة انفجعت سيتي، وكانت قاعدة تسأل نفسها انه يمكن المقلب صار بشكل سيء، او يمكن هي سوت خطأ معين وهذا السبب اللي خلاهم يتجاهلوها ويسحبوا عليها. وكمان كانت سيتي قاعدة تسأل نفسها انه كانوا راح يعطوها فلوس او اجرها على ذا المقلب، لانها قالت لعائلتها انها راح ترسل لهم $100. طوال اليوم كانت سيتي جالسة على سريرها وتتصل على جيمس وترسل له رسائل كثيرة، لكن جيمس ما كان يرد ابدا، وسيتي ما كان عندها رقم اي احد من الممثلين او طاقم العمل بشكل عام. كانت سيتي كذا محتارة وما هي عارفة ايش تسوي بالضبط في ذا الموقف، وقاعدة تفكر انه حتى لو هذا المقلب ما صار بشكل الجيد او الشكل المطلوب اللي هم طلبوه مني، هي قعدت الاسابيع كلها مع هذا الطاقم وخصيصا مع جيمس. كانوا يسافروا سوا في كل انحاء الدولة ودائما يتعشوا سوا، وكمان سوالها حفلة يوم ميلاد ويتكلموا اغلب الوقت مع بعض. فايش هو الشيء القوي اللي سوته وبسببه صاروا يعاملوها بذا الشكل؟ كل هذه الاسئلة كانت قاعدة تدور في راس سيتي. انتهى اليوم ولسه جيمس ما رد على سيتي، فكانت تحس بانكسار وحزن وإحراج، وقررت إنها ما عاد تفكر بهذول الناس ثاني وإنها راح ترجع لبلدها وعائلتها. وفي صباح اليوم اللي بعده صحيت سيتي وجهزت أغراضها وخرجت من الفندق وراحت للمطار عشان ترجع لبلدها. لكن وقت مرورها بأمن المطار سمعت صوت ضجة وفوضى خلفها، ولما لفتت عشان تشوف إيش فيه شافت 6 ضباط شرطة مسلحين قاعدين يجروا ناحيتها. فهي غريزيا كانت تحاول توخر الطريق عشان الضباط يمروا، لكن بدل ما الضباط يمروا من جنبها راحوا مسكوها بقوة واعتقلوها. وهنا سيتي قالت واو، كانوا قاعدين يراقبوني لمدة يومين لأنهم مسوين فيني أنا المقلب ويجهزوا له من أول عشاني أنا وإنه أنا الضحية. أكيد جيمس في مكان قريب هنا راح يخرج والكاميرا معاه في يده أو معاه الطاقم حقه، وإنه المقلب يرسلوا لي هذول الشرطة المزيفين يمسكوني. وهنا حست سيتي بالراحة وبدأت تضحك وتقول لواحد من الضباط اوه المقلب يضحك ها وقاعدة تضحك. فرد عليها الضابط وقال لها لا هذا مو مقلب وانتي رهن الاعتقال. لما قال لها الضابط عن سبب القبض عليها كانت على وشك انه يغمى عليها الآدمية، لانه انصدمت من كلام الضابط هذا. ما توقعت انهم راح يمسكوها بسبب الشيء ذا او انه ما هي دارية اصلا. نرجع لورا شوية عشان تفهموا ايش اللي صار بالضبط. عند آخر مقلب نفذته سيتي ودوان بعد ما جريوا سيتي ودوان على الممثل الثالث وفركت دوان المنشفة على وجهه، وبعدها رشت سيتي العطر عليه. بعدها اختفوا الاثنين وسط الزحمة وكل واحدة راحت بجهة معينة. وقف الممثل الثالث مكانه ويطالع بتعجب واستغراب من اللي صار. بعدها بدأ يدوخ الآدمي ويمشي كده بترنح، وتوجه لموظفة الاستقبال وقال لها انه يحس بدوخة. وشافته الموظفة وقالت له انت اكيد تحتاج للمساعدة، لانه كان مو قادر الآدمي يوقف على رجوله، وجهه مبلل من العرق كأنه مغسول بمويه يا رجل من كثر ما هو قاعد يعرق، ويتكلم بصعوبة ونفسه قاعد ينقطع. المهم نادت الموظفة أمن المطار ونقلوه لعيادة المطار الطبية. وهم قاعدين يودوه للعيادة بدأ الممثل هذا الثالث يقول لهم انه يعاني من ألم شديد وكل شوية قاعد يبطأ في المشي أكثر وأكثر. وأول ما وصلوا العيادة أخيرا بعد خطوات بسيطة طاح الرجال على الأرض مصاب بنوبة قلبية. جري الطاقم الطبي عليه وحقنوه بدواء عشان يوقفوا النوبة القلبية هذه. بمساعدة الموظفين رفعوه حطوه على النقالة وجريوا فيه لسيارة الإسعاف اللي بتنقله للمستشفى، لكنه مع الأسف مات في الطريق. ما كان عند سيتي ودوان أي فكرة عن اللي حصل للممثل الثالث.
بعد ما خلصوا المقلب وراحت كل واحدة فيهم لحمام مختلف وبعدوا عن بعض، وبعدها راحوا لنقطة لكن ما شافوا أي أحد من الطاقم، وبعدها راحوا لمكان تأجير سيارات التاكسي لكن برضو ما لقوا أحد ولا تقابلوا هم الاثنين سوا. وبعدها كل واحدة ركبت تاكسي ورجعت للفندق اللي مقيمين فيه عشان تعرفوا إيش اللي صار وتعيشوا اللحظة تمام. راح أجيب لكم الأحداث من زاوية جيمس والطاقم اللي معاه. جيمس والطاقم اللي معاه بعد ما خلص المقلب على أكمل وجه كانوا مخططين إنهم يختفوا بمجرد ما شافوا سيتي ودوان ينفذوا مهمتهم، فوقفوا على طول وخرجوا من المطعم وركبوا طيارات مختلفة تأخذهم برا البلد. لأنه الصدمة يا أيها البشر، جيمس وباقي الطاقم ما كانوا أصلا منتجين من جد، وما كان عندهم برنامج مقالب من الأساس، وفي الواقع هم كانوا يشتغلوا لصالح حكومة كوريا الشمالية. وجيمس كان اسمه الحقيقي ريجو، وتم تكليفه بتجنيد بنات أغبياء وحمير وينضحك عليهم بكل بساطة عشان يشاركوا بمهمة سرية جدا ممكن تتسبب بقتلهم بسهولة. وكانت المهمة سرية لدرجة إنه جيمس والطاقم اللي معاه كانوا مضطرين يعيشوا متخفيين لأسابيع كثيرة عشان يعرفوا يضحكوا على سيتي ودوان ويقنعوهم بفكرة برنامج المقالب هذا. كانت سيتي ضعيفة وفقيرة وغبية الآدمية ومعروفة إنها حمارة تصدق أي شيء، وكانت دوان طفولية وتفكيرها غبي وطائش، وثقت بكل المقاطع المزيفة اللي جيمس يصورها مع سيتي. خلال الأسابيع اللي فاتت كانت سيتي من جد تسوي مقالب في ناس عشوائيين، لأنه جيمس وطاقمه كانوا يعتبروها تدريبات لسيتي عشان يتأكدوا إذا سيتي ودوان راح يعرفوا يسووا العملية الحقيقية على أكمل وجه. في صباح يوم 12 فبراير 2017 اللي هو يوم المقلب الكبير اللي في الواقع هي مهمة سرية كبيرة، كان العطر اللي انعطى سيتي والزيت اللي مسحوه على يد دوان في الحقيقة هذا مو زيت ولا هذا عطر أصلا طبيعي، كانوا عبارة عن مكونين لغاز أعصاب قاتل يسمى الVX. والمكونين هذولي طالما إنهم منفصلين عن بعض ما راح يتسببوا بأي حاجة أو أي ضرر وما راح يتآذوا البنات، لكن لما يجتمعوا سوا يصير سم قاتل فتاك يا رجل. عشان كذا احتاجوا البنتين يخلطوا السم هذا على وجه الهدف على طول. والصدمة هنا انه ما كان هذا الرجال يعرف جيمس ولا كان ممثل اصلا اللي هو الممثل الثالث، كان اسمه الحقيقي كيم جونغ نام، وما عنده اي فكرة عن اللي صار لما لمسوه البنات هذولي ورشوا المواد هذه على وجهه، لكنه مات خلال 20 دقيقة بس، وكانت وفاته مؤلمة ومعذبة جدا. وتم خداع سيتي ودوان عشان يشاركوا في واحد من اكبر الاغتيالات السياسية في التاريخ الحديث. اسمعوا الصدمة يا ايها البشر، لانه اصلا كيم جونغ نام هذا اللي مات اللي كان الهدف، هذا الآدمي كان الأخ المنفي لزعيم كوريا الشمالية الحالي اللي هو كيم جونغ أون، ويعتقد إنه كيم جونغ أون هو اللي أمر بهذه العملية حق الاغتيال. مسكين الشايب ما هو داري ايش اللي صار بالضبط، جالس يوصف للسكيورتي انه في جو بنتين رشوا في وجهه وهو ما هو عارف ايش اللي صاير. وفي النهاية اتدبسوا سيتي ودوان وحكموا عليهم بالاعدام على ارتكابهم الجريمة في ماليزيا، لكن بعدها تم اسقاط هذه التهمة بسرعة لما اكتشفوا انه هذول البنتين اصلا بريئتين وكانوا هم كمان ضحايا بشكل واضح. وزي ما ظهر في فيديو الكاميرات المراقبة في المطار انه سيتي ودوان كانوا يتعاملوا مع مكونات السم اللي كانت في يدهم بشكل عفوي بعد ما انهوا المقلب اللي قاعدين يقولوا عليه ذا مقلب، اللي هو اصلا كان غاز الVX في يدهم، وكانوا يرتبوا شعورهم وملابسهم بشكل عفوي. وهذا يبين انهم هم ضحايا وما عندهم علم باي شيء. والمرض اللي حست فيه سيتي بعد ما رجعت الفندق كان اثار الغاز السام، لكن لانه بكمية بسيطة جدا فما كان كافي انه يقتلها. طبعا جيمس والطاقم هربوا بسرعة وما قدروا يمسكوهم، وإلى يومنا هذا كوريا الشمالية قاعدة تنفي إنها لها أي علاقة بهذا الاغتيال. زبد، وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية القصة دي. أتمنى أنكم استمتعتوا، ولا تنسوا تتابعوني على قناتي في السناب شات. أحبكم. اللي ما جاب لايك جيب لايك، واللي ما سوى سبسكرايب يا أخي جيب سبسكرايب.